إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا geerida xasuusnow haddaad geerida xasuusantay waa toosnaa waayo geerida garan maysid gaadhigaa ka horeeya inuu shilku geli tareelle inuu kaaga kor mari garan maysid geerida xasuusnow qiyaamuhu yuu kaa libdhin haddaad qiyaamaha ilowdo adduunuunu hortaada yaallo waagu markuu beriyo barnaamijkaad la soo kacdaa inuu yahay adduunuun hadduu noqdo oo aad ilowdo alxamdu lilahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa لا يرحم الله من لا يرحم الناس لا يرحم الله من لا يرحم الناس. يذكر الشيخ محمد المنجد قصة سبحان الله على خلق الرحمة. امرأة في فرنسا قابعة في بلد الكفر والإباحية والانحلال، عمرها 93 عاما. يا الله اسمع بالله اسمع، 93 عاما وهي في الكفر. وعندما تأتي إلى بيتها تصعد أو تنزل متعبة، 93 سنة، وبجوارها رجل مسلم فيتعهدها كل يوم، وهي طالعة يحمل معاها وهي نازلة يحمل معاها. مرت الأيام فاستوقفته مرة قالت له من أنت ولماذا تخدمني؟ هل أحد يعطيك أجرا على ذلك عشان تخدمني؟ لها ابن لكنه ابن عاق، وفي الكفر لا يعرف أحد أحد، فظنت أن ابنها ربما يكون استأجر واحد ويخدمها، هو ما يقدر يخدمها فربما استأجر أحد يقوم بخدمتها، كما يفعل بعض الناس اليوم، يجيب سواق ويجيب خادم لأبوه أو خادمة لأمه. قالت هل هناك أحد أمرك أن تخدمني ويعطيك على ذلك أجرا؟ قال نعم. قال فسكتت، ومرت الأيام لا يزال يتعهدها، فقالت له يوما من هذا الذي يأمرك أن تخدمني ويعطيك على ذلك أجرا؟ فقال الله. الله. فتعجبت منه فأخذت تسأله من هذا الله، من هو؟ فعرفها وفهمها، فقالت خذ بيدي فإني أريد أن أدخل في الإسلام. فيأخذها إلى أقرب مركز في فرنسا وتسلم، وكان ذلك بعد صلاة العصر. وبعد صلاة العشاء تصاب بنوبة ووعكة صحية فتموت. شوف الرحمة، الرحمة، فتموت. فجاء ابنها، هم يريدون أن يدفنوها في مقابر المسلمين مع المسلمين. قال ابنها لا، هذه تبعنا، غير بدل خذ واعطي. قال انتم مرة متمسكين بها؟ قالوا نعم. قال أبيعها لكم ب5,000 يورو. قال فاجتمعنا المسلمين بسرعة وأمنا المبلغ وسلمناه له، وأخذنا المرأة فكفناها بعد أن غسلناها وصلينا عليها ودفنت في مقابر المسلمين. قال فسألنا عنها، هنا بيت القصيد، فسألنا عنها من هي، ماذا كانت تفعل؟ قالوا إنها ممرضة، كانت
ممرضة، فكانت ترحم المرضى، كانت ترحم المرضى من الكفرة، كانت ترحم الناس، فجاء بها الله بعد 90 عاما في الكفر ليصلي عليها المسلمون ولتدفن في مقابر المسلمين وتموت على الإسلام. الرحمة، الرحمة يا عباد الله، الرحمة للحيوان، للفقراء، للمساكين، للكفرة، للمشركين، لمن يستحق ذلك. إنه خلق الرحمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شديد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.